جماعه اللي هقوله لكم دوت مهم جدا، والفيديو دوت فيه معلومات وحاجات خطيره لازم تاخدوا بالكم منها. لاي حد بيجيب منتجات اكل كوريه واسيويه خلي بالكم جدا. لكل الناس اللي بتجيب الكوتشوجانج، طبعا الناس اللي بتاكل اكل اسيوي او اللي بيحبوا الاكل الكوري عارفين يعني ايه كوتشوجانج او معجون الشطه الكوريه، وده تقريبا يعني كل الاكل الكوري بيعتمد عليه. فعايزه اقول لكم حاجه مهمه، ان مش كل الكوتشوجانج اللي موجود هنا في مصر حلال، وحتى لو عليه لوجو حلال تعالى اقول لكم ان في لوجوهات حلال ما بتبقاش حلال. تعالوا للاسف اصدمكم صدمه عمركم وصدمه عمري انا شخصيا، ان في اللوجو دوت موجود على الكره الارضيه. اللوجو دوت من دولة اندونيسيا، ده اللوجو بتاع الحلال بتاعهم، وبيحطوه على المنتجات اللي هم شايفينها ان هي حلال. انا جايه اقول لكم ان اللوجو ده ما تعتمدوهوش للاسباب اللي هقولها لكم دلوقتي. اللي اللوجو ده عمله واللي من منظور اندونيسيا ان الكوتشوجانج بطبيعتها اللي هي مش حلال بيبقى موجود فيها نسبة كحول، حتى لو النسبة دي 1/10% يا جماعة فهي برضو كحول، وطبعا ما كثيره يسكر فهو حرام. الكلمة الصغيرة جدا دي يا جماعة اللي جنب القوس، الكلمة دي اسمها جوجونج. جوجونج دي أنا لما عرفت معناها فهي معناها المشروبات الروحية أو الكحول. فالكلمة دي معناها ان العلبة دي فيها نسبة حتى لو صغيرة من الكحول، ودي للأسف موجودة برضو في المنتجات اللي موجود عليها اللوجو بتاع حلال بتاع اندونيسيا. فحتى النوع ده من الكوتشوجانج في منه اللي معليهوش لوجو خالص وده مش حلال، واللي عليه لوجو حلال بتاع اندونيسيا وده برضو مش حلال، وفي واحدة منها معمول عليها اللوجو بتاع سيول اللي هو لونه اخضر. اللوجو ده الوحيد اللي ممكن تعتمدوه، وللاسف شفت بنات كتير كانوا بيبعتولي ان هو انا جبت العلبه دي طب هي حلال ولا لا. لما كنت اشوف الانجريدينتس للاسف كانت برضو بتبقى مش حلال. بس ده طبعا مش معناه ان كل المنتجات اللي موجوده هنا في مصر او كل المنتجات الكوريه او الاسيويه للطبخ ان هي مش حلال. لا، في منتجات كتيره جدا حلال، زي مثلا الكوتشوجانج دوت، ده عليه علامة مسجد سيول الأخضر أهو، ده اللي بيبقى موجود على كل النودلز وموجود على أغلبية برضو البرودكت. ده يا جماعة ما فيهوش أي كحول، اتأكدت برضو من الانجريدينتس بتاعته مكتوبة على الورقة دي من تحت كده، برضو ما فيهوش كلمة جوجونج أو ما فيهوش كلمة كحول أو خنزير أو أيا كان. اخر حاجه عشان تتاكدوا ان المنتجات اللي انتوا جبتوها دي حلال لازم تكونوا متاكدين ان ما فيهمش الكلمتين دول، وهي كلمه تيجي كوجي بمعنى لحم خنزير وكلمه جوجونج بمعنى الكحول. ويا ريت يا جماعه نشير الفيديو دوت وتعرفوا اصحابكم علشان محدش يقع في نفس الغلط اللي احنا كلنا وقعنا فيه وكلنا للاسف حاجه فيها كحول وربنا يسامحنا، وده طبعا عشان احنا ما نعرفش.